شمال أفريقيا، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. في البداية خالص التعازي كل الضحايا الزلزال والفيضانات، ونسأل الله العظيم أن يلملم جراح الجميع يا رب العالمين. أنا يعني مداخلة بسيطة إن شاء الله، حابب نرد على أخوي الجزائري. الأخوة الجزائريين بصفة عامة كل بث يدخلوا فيه يجيبوا سيرة التبرعات لليبيا. يا أخي دلتونا بالتبرعات. شنو التبرعات؟ تبرعات الجزائر لليبيا عبارة عن طوافتين أو ما يعرف بالمروحيات، زوز طائرات فقط، وليبيا عندها منها 12 طائرة. تمام. أول مساعدات دخلت لنا هي من تونس الحبيبة الغالية، قوافل وجنود، واستشهدوا ثلاثة أبناء من أبناء تونس، استشهدوا على أرضنا، وعائلة تونسية نعزوهم ونسأل الله أن يغفر لهم. لم أجد تونسي واحد يمنن علينا أو يدلنا بالمساعدات متاعتهم. بالعكس دخلت مع توانسة حبيت نشكرهم، قالوا لي عيب تشكرنا، نحن دولة واحدة. لم أجد أي تونسي أو تونسية يمن علينا. يا أخي لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والسلوى. كل وكذلك بالمن والأذى، والمقصود واحد أخي سعد، أخي أسعد. تمام. الشيء الثاني المصريين كذلك يعني قدموا لنا مساعدات ولم يخرجوا علينا، رغم أنهم شبيحة إعلام عمر موسى وأحمد موسى وعمر أديب لم يخرجوا بصراحة. يعني كنت أتوقع أنهم هم سيدلون بالمساعدات، لكن لم نرهم. لم نرى إلا الجزائريين في إعلامهم الموجه، وكذلك في صفحات التيك توك وكل الصفحات الأخرى السوشيال ميديا دلونا نحن قدمنا لكم، نحن خاوة ويدخلوا ويتدخلون في البثوث الليبية ويسببون فتنة بين ليبيا وتونس. الجزائريين أقولها صراحة بدون أي تزييف، يدخلون اللايفات الليبية ويسببون فتنة بين ليبيا وتونس في هذه الأوقات الحرجة. خاوة، نحن القوة العظمى، نحن القوة الضاربة، ونحن نحمي شمال أفريقيا. كلمات مهترئة مقرفة، قوميجيين متخلفين، أقولها صراحة. يعني أتمنى أنكم يا أخوتنا في الجزائر تأخذوهم الطائرتين اللي دليتوا أمنا بهم، زوز طائرات هم. يا ما تقول والله العظيم أنا بصراحة يعني أحيي ملك المغرب وبنات وشباب المملكة المغربية العظيمة أنهم رفضوا يستقبلوا أي شيء من المغرب من الجزائر. أنا متأكد لو أن المغاربة يعني انكسروا وقبلوا حتى صندوق واحد تبرعات، أقسم بالله التطبيل والعرس الجزائري سيستمر 30 سنة ويذلوهم ذل بهذا الصندوق. كفاكم يا أخي. خلاص الطائرات هذه كيف صار؟ أنا أتوقع أن أحمد موسى عمر أديب سيدلونا. بالعكس المصريين طلعوا راقيين بصراحة. إخوتنا التوانسة لست مستغرب من العقل التونسي، الأمة المغربية الصغيرة هذه تونس الحبيبة، لكن الجزائريين زوز طوافات أكلتوا كبودنا بهن. دعمناكم أمة عمي تبون والله يعني للأسف. وأشكر ألف شكر للمملكة المغربية الحبيبة ملكا وشعبها العظيم الراقي الذين رفضوا يستقبلوا حتى فردة خبزة من هذا النظام الهامجي المتخلف. وفي الختام أقول شتان بين تربية الملوك وبين تربية زريبة العسكر. الله عليك. وهنا شوف، لا أحد يفهم العقلية التبونية كما يفهمها المغاربة. لذلك شوف، رفضت المغرب بتاتا، لا من الجزائر ولا من ماما فرنسا، لأنه هم نفس الطينة، لأنه أصلا فرنسا تحارب المغرب بالجزائر وليست الجزائر ندا للمغرب من حيث الأساس. 72 دولة عرضت على المغرب المساعدات، قبلت المغرب من أربع فقط. بقية المرفوضين لم يزعل أحد ولم يتكلم أحد ولم يعترض أحد إلا ماكرون وتبون. قاعدين إلحاح، عندنا حاجات، عندنا إمكانيات نريد، لأن هم يريدون شرف مساعدة المغاربة، شرف حتى يمارسوا عليهم المن والأذى. المغاربة فاهمين الحكاية فرفضوا نهائيا، ولا خبزة واحدة. وأقول لك يا أخي الليبي، والله حتى لو دخلت مساعدات جزائرية فيها أكل مثلا، لا استكثر المغاربة حتى أن يعطوا هذه المأكولات لحيواناتهم. لا يمكن يأكل المغربي أكل جاي من عند تبون وهو يعلم نواياهم القذرة، قد يكون مسموما، قد يكون منتهي الصلاحية. لذلك حتى لو دخلت
والله حتى حيوانات المغاربة ربما المغربي يخاف على الحمار دياله أو على الكلب دياله أن يأكل من المأكولات الجزائرية. المغرب ضربت ضربة في الصميم عندما رفضت المساعدات من الجزائر، عرفتهم. ثم أن هذا الأمر طبيعي، الجزائر رفضت من المغرب الاستعداد المساعدة في الحريق، يعني واحدة بواحدة. يعني إيش معنى أنت تقول ما رفضتم؟ هم يصورون على أنه إيش؟ لأنكم رفضتم مساعداتنا، روحوا خبيت. ولم يرد عليه بونيف، لم يرد عليه سعيد أبرنص أبدا، ظل صامتا. وذلك هذاك يقول له أمك الحمارة تحت الأنقاض، وعلق على مسألة الحمار، وأنتم تسعفون بالحمار وما عندكم إسعافات وما عندكم شيء. عرفتوا ليش المغاربة أعطوكم حجمكم في هذا الزلزال؟ عرفتوا كيف أنكم أصبحتم منبوذين عالميا؟ 72 دولة عرضت على المغرب، قبلت من 4، البقية لم يعترض أحد. عرضوا رفضوا المغاربة، خلاص انت لا مقهور. ليش رفضوك؟ ما يريدوك يا أخي، ما يريدوك. ايش فيك؟ ما يريدوك، خلاص انتهت الموضوع. الآن يصورون انه لأنهم لم يقبلوا من القوة الضاربة المساعدات، لهذا السبب ما زال ناس تحت الأنقاض، وكنا سننقذ وكنا سنفعل وسنفعل. لم تفعل شيء، والمغاربة حرموك من شرف أن تكون يد في إنقاذ مغربي واحد، أو ترفع حتى صخرة واحدة من على مغربي. هذا إن رفعتها، وأنا على يقين أنه لو دخلوا تبونيون ولقوا مغربي تحت الأنقاض لزادوا له أنقاض. ولو استطاعت الجزائر هذا، أقسم بالله أن توجد زلزال بقوة 50 بمقياس حفتر ولا بمقياس تبون، والله لا تهز المغرب من رأسه إلى أقصى. الناس يعرفون أنكم حاقدون مارقون، تتمنون الموت للإنسان المغربي، وتأتي اليوم لتتاجر لأنهم رفضوك ونبذوك ولم يقبلوا منك لا حتى علبة فول، لأنهم يعرفون قدرك. عرفوا قدر الإماراتيين، وعرفوا قدر القطريين، وعرفوا قدر الأسبان. حتى الأسباني المسيحي أفضل منك 1000 مرة، وربما يقبلوها من الإسرائيليين أفضل منك 1000 مرة. والله يا أخوان أنا قلت حاجة، وهذه ما سأختم بها هذا اللايف. أقسم لكم بالله لا يوجد أحد خدم التطبيع وخدم اليهود وخدم النصارى مثل ما خدموها التبونيون. اليوم أصبح الإنسان يتكلم ويقارن الصهيوني بالجزائري، يقارن عابد البقر بالجزائري، يقارن المسيحي بالجزائري، وشوهوا الإسلام وشوهوا أنفسهم بطريقة غير عادية. إذن تعظيم سلام للأخوة في المغرب أنهم رفضوا رفضا قطعيا أن تدخل لهم ولو علبة واحدة جزائرية. هذه ضربة معلم، ضربة بين العيون، ضربة أربكتهم. هم كانوا يريدوا أن ينتهزوا الفرصة، وأنهم سيدخلون بالطائرات ويلتقطوا صور مع الضحايا، يروح يشوف يعني جزائري يصور عند الأنقاض، شوفوا أنا أنقذت هذا الطفل المغربي، حتى يمارس عليهم المن والأذى. قطعوا عليهم الطريق بطريقة مغربية فذة وبطريقة ذكية جدا جدا، ما استطاعوا أن يصلوا إلى المغاربة ولا أن ينالوا شرف مصاحبة المغاربة في الإنقاذ كالشرف الذي ناله كلب أهل الكهف. كلب أهل الكهف عاد الله ميزه لأنه على الفطرة، وذكر في القرآن لأنه مشى مع أهل الكهف. أنتم حرمتم حتى أن تكونوا مع المغاربة في مأساة، وفي حتى شعور، حتى شعوريا ما استطعت أن تعيش مع المغاربة شعور. كل الناس بكوا مع المغرب، كل الناس حسوا بالمغرب، كل الناس تعاملوا مع المغرب، كل الناس فرحوا مع المغرب في كأس العالم، وحزنوا معها في الزلزال. أنت لم تستطع أن تعيش مع المغاربة ولو شعور.